لما بنقول احتياجات نفسية فكلمة احتياج يعني حاجة مهمة. الاحتياج مش رفاهية، يعني لازم يكون موجود وعدم وجوده هيسبب أزمة كبيرة في الشخصية. احنا بنقدر نميز أو نقدر نشوف الاحتياجات الجسدية عند الأطفال أو عند أولادنا، نعرف نشوفها ونعرف نميزها، وتقدر تشوف كمان تأثير الاحتياجات الجسدية عليهم. لكن الأزمة في الاحتياجات النفسية إن هي بجانب مش متشاف، وكمان مش شايفين تأثيره على شخصية ولادنا. احنا مش مدركين قد إيه الاحتياجات ديت غيابها هيأثر على شخصية الولد مدى حياته. في مرحلة معينة عندي احتياج ملح واحتياج مهم، الاحتياج ده لما باخدوش بيفضل هذا الاحتياج جوايا وبكبر بيأثر على شخصيتي وعلى تعاملاتي، وحتى لما باجي بكتشف دوت وبشتغل عليه ياخد سنين عشان اقدر اسدده. فانا مين النهارده ليه علاقه بشكل كبير باللي كنت محتاجه زمان في جانب مش متشاف، في الجانب النفسي. لانه احنا اغلبنا بنهتم بالجانب الجسدي، بنهتم بالجانب التعليمي، بنهتم بالانشطه، بالرغم من الاحتياجات الجسديه دلوقتي بقت تحدي كبير بالنسبه لنا. ان انا اوفر لابني اكل وشرب وتعليم مناسب والبسه كويس واخرجه واحاول ان اعيشه في مستوى معيشه مناسب، ده بالنسبه لنا دلوقتي بقى ضاغط علينا بشكل كبير. ولكن خلي بالك انه شخصيه الاولاد بتتكون نتيجه تسديد الاحتياجات النفسيه كمان. فالاحتياجات الجسديه مهمه والاحتياجات النفسيه مهمه.